الدنيا ما تستحقش. العمر بتاعنا لحظة. يعني احنا اللي فات امبارح او الشهر اللي فات او ال10 سنين اللي فاتوا ده اصبح ماضي. بكره مش بتاعنا، ما نعرفش عنه حاجة خالص. يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا داليا ودي قناتي، قناة داليا الرفاعي، جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. اخر فيديو عملته معاكم كان روتين في اوضه الاطفال. اللي ما شافش الفيديو ده، اللي قبل الفيديو ده على طول، فايته كتير. كنت عامله تغيير وتوظيف في اوضه الاطفال حلو جدا وبفكره، يعني ببلاش زي ما بيقولوا، بلاش الا ربع. عملت تغيير وتوظيف في الاوضه حلو قوي 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 بجد. يعني انا نفسي تشوفوا الفيديو اللي فات ده وانا بشرح فيه الفكره اللي انا بقول لكم عليها دي. عجبتني جدا ونفذتها وكانت خطيره ودت للاوضه شكل يعني مختلف تماما. وقلت بقى بما ان انا طبعا انا كنت عامله حسابي في الاكل، فروقت. طبعا اليوم اللي بعده على طول ما كانش عندي اكل، فكان عندي، فبيني وبينكم يعني فتحت الفريزر يمين شمال. بقالي فتره كبيره كبيره ما عملتش كفتة الرز، وانا جبتها في حاجة الشهر، يعني في حاجة الشهر بتاعت الشهر ده. وقلت اعملها بقالي فترة كبيرة. عايزة اقول لكم ان يمكن من رمضان اللي فات او من العيد ما عملتهاش. هي اكلة شتوي زي ما انتم عارفين، كفتة الرز هي اكلة شتوي، لكن انا بما ان احنا بقى داخلين على الشتاء وبقالي فترة كبيرة قوي ما عملتهاش، فقلت بقى ايه، اعملها من حاجة الشهر. وبيني وبينكم هي يعني عمايلها سهلة جدا جدا ومقاديرها سهلة جدا وبتريحني وبتقعد يومين، يعني مش مكلفة. انا بحضر الحاجة بتاعتها كلها وبروح اطحنها عند الراجل يفرمها لي، يعملها لي كلها. انا بصراحة انا ما بعملهاش في البيت، انا باخد الحاجة كلها وبديها عند الراجل. عند الراجل بتاع اللحمة الجملي هو بيعملها لي وبيجيبها لي زي ما انتم شايفين كده. يعني اول ما بجيبها بقعدها مثلا ساعتين 3 في التلاجة تريح، وبعد كده بقوم واخداها زي ما هي ومحطاها في الفريزر، والوقت اللي انا بحتاجها فيه زي ما انتوا شفتوا كده بطلع بالكيس واقوم ايه عاملاها. انا كنت في اول الفيديو لو انتوا شفتوا كنت مطلعه ايه، كيسين. الكيسين دول كيلو لحمه. خلاص بحط بقى على ايه، على كيلو اللحمه بحط على كيلو اللحمه كوبايتين من الرز، وبحط يعني كبشة خضرة كده على بعضها. انا بحب قوي احط كزبرة، وبحب احط كمان بقدونس. وبحط التوابل بتاعتي العادية خالص، ملح وفلفل وبهارات لحمة او 7 بهارات. وبحط معاها توم، طبعا ده لازم 5 6 فصوص توم. وطبعا كيلو اللحمه بيتحط معاه. وبحط بقى ايه، حاجه بسيطه جدا جدا، لو يعني حاجه بسيطه قوي. مثلا فلفلايه ولا حاجه بتبقى حاميه يا دوبك تدي بس تحريشه للكفته، يعني بتدي زي طعم كده او تحريشه للكفته بس. وبديله كل المقادير دي وهو يطحنها لي ويفرمها لي وبيرجعها لي، بصوا زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا اول ما بتطحن بتبقى سخنه من اللف بتاع المكنه، بتبقى سخنه. فبحب قبل ما احطها في الفريزر اعمل ايه، اقوم حطها في التلاجة تريح وبعد كده تتشمع زي ما بيقولوا، بعد كده اقوم حطها في الفريزر. طبعا انا عملت هنا الكميه كلها، الكميه دي بتاعت يوم واحد. لا قصدي بتاعت يومين، خلاص دي بتاعت يومين، اللي هي الكيلو كله. يعني زي ما بيقولوا الكيلو بيضرب على كيلو ونص او 2 الا ربع، لان انا ببقى حاطه على النص كيلو كوبايه رز. بصوا بقى انا هنا هبتدي ان انا اعمل ايه، هعمل الصلصه. الصلصه بتاعتها سهله جدا جدا واتبع يعني الطريقه دي بتاعتي ومش هتندمي بجد. طريقه حلوه جدا ومن ساعه ما اتبعتها وهي كمان بترمي معايا حلو. اول حاجه بعملها ان انا بقطع البصل شرايح. انا بجيب على كيلو اللحمه مثلا او الكفته بعمل مثلا هنقول 3 بصلات كبار. بقطعها ايه بقى، انا كنت الاول بقطعها مكعبات، لا لقيت ان انا لما بقطعها جوانح كده بتدي طعم احلى. وزي ما بيقولوا كده البصل ما بي ايه، يعني انا لما كنت الاول بقطعها مكعبات كان البصل بيتوه في وسط الكفته والصلصه. لا انا ال يعني البصل لما بقطعه شرايح بيبقى احلى بكتير. خلاص، تاني خطوة بقى بحطها وهي ان انا
بعمل ايه؟ بحط شويه زيت، وزي ما انتوا شفتوا كده البصل، وبعد كده بحط البطاطس. انا بعشق البطاطس معاها. في ناس بتعمل الكفته بس بالصلصه وخلاص على كده، لا انا من زمان متعوده ان انا اعملها بالبطاطس. عايزه اقول لكم بتدي يعني طعم خطير. اول حاجه. تاني حاجه ان انت لو عندك اطفال بتبقى حلوه قوي. تالت حاجه بتبقى بتزود كمان في الكميه. بحط بقى المقادير بتاعتي اللي هي التوابل بتاعتي: ملح وفلفل وكمون، ده لازم عشان طبعا في بطاطس. بحط ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمه او 7 بهارات. خلاص. عندك ورق لورا حطيها، عندك شعرة جوز الطيب حطيها، بتدي طعم خطير. بعد كده الخطوه اللي انتوا شايفينها دي مهمه جدا، ان انا بفضل اشوح بالبصل والبطاطس والزيت. بفضل كل شويه اشوح فيهم لحد ما التوابل دي بتمسك في البصل والبطاطس، لحد زي ما بيقولوا كده يعني بتعمل زي كفر كده عليهم. انا كنت الاول بارمي كله على بعضه واقوم حاطه الصلصه، بحس ان البطاطس عامله زي ما تكون مسلوقه. لا يعني انت لما ترمي كله على بعضه وبعد كده الصلصه تتسبك ويا دوبك البطاطس تستوي وبعد كده تحطي الكفته، لا انا حسيت ان الطريقه دي كانك حاطه بطاطس مسلوقه وخلاص على كده، مش حلوه. لكن الطريقه اللي بقولك عليها دي ان انت تشوحي البصلايه والبطاطس في قلب التوابل في قلب الزيت لحد ما تاخد كفر، ولحد ما يبقاش فيه ولا نقطه ميه في قلب الحله. عايزه اقول لكم الطريقه دي خطيره فعلا، بتدي طعم حلو قوي وتست حلو قوي للبطاطس. هنا بقى بعد كده الصلصه اللي انا دي مخزناها، مش هقول مفرزاها، مخزناها. وجبت كمان شعرايه بسيطه خالص من هريسه، الهريسه بتاعه الفلفل الاحمر، انا جايباها من مطروح. دي انا بستعملها على طول دلوقتي. هتلاقوني وانا بقى ايه ماشيه معاكم كده خطوه بخطوه. هتلاقوني في يوم يعني انا استخدمت في قبل كده الملوخيه السيوي، كنت جايباها من مطروح. هنا برضو استخدمت اللي هي الهريسه بتاعه الشطه، برضو حاجه بسيطه خالص ادت زي تحريشه كده للبطاطس والبصل. بعد كده ببتدي انزل ميه مغليه كويس، وابتدي بقى ايه اهدي النار عليها لحد ما تستوي 100%. طب مش هتنزلي الكفته ما بنزلهاش خالص غير بعد ما البطاطس والبصل يستووا 100%. بعد كده اخر مرحله بعد ما بقفل كمان النار، بعد ما بقفل النار بعمل ايه بقى؟ بقوم حاطه الكفته بعد ما بقفل النار، ودي خطوه مهمه جدا. طيب بتحطي كميه الكفته. طبعا انا الاول طبعا لازم احمر الكفته، يعني انتوا هتلاقوني دلوقتي عقبال ما البطاطس والبصل يستووا هبتدي ان انا على الناحيه التانية طاسه زيت، وهبتدي ان انا يعني ابتدي بقى ان انا ايه يعني اسخنه زي ما بيقولوا، وبعد كده ابتدي انزل الكفته عليه. خلاص. انا ما بحبش احمر الكفته يعني اللي هو جامد جدا، لا يا دوبك تاخد الكفر دي، لان كل حاجه فيها تقريبا يا دوبك هي بس مجرد ما بتشم النار خلاص بتستوي يعني. طبعا ما بعليش النار جامد علشان دي لحمه فلازم تستوي، فبخلي النار متوسطة. فيها رز وبصل وتوم وتوابل وكده وخضرة، لكن برضو فيها لحمة فلازم تستوي. فانا ما بخليش النار عالية قوي ولا واطية قوي بحيث ان هي ممكن تفكلي الكفتة، لا بخليها ان هي بتكون متوسطة بحيث ان اللحمة اللي جوه تستوي، ما تتحمرش من جوه، ما تتحمرش. لان انا كذا مرة في الاول لما كنت بحمر الكفتة وبعلي النار عليها، لما بتعلي النار عليها الكفته من بره بتاخد كفر وبتتحمر وهي من جوه نيه. فانتوا عشان كده بقول لكم خلوا النار تكون متوسطه. حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، وهي حاجتين يعني بيفرقوا جامد جدا، وناس كتير قوي هتقولك هي ليه الكفته معايا الحمد لله يعني بتفك معايا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا بقالي 20 سنة بعمل كفتة الرز عمرها ما فكت مني مرة الحمد لله يا رب. وده بسبب حاجتين. ايه بقى؟ اول خطوة خالص كان يعني دايما لما تغسلي الرز لازم تصفيه كويس قوي هو والخضرة. مية الخضرة الرز لازم يكون متصفي، لان الرز لو مش متصفي كويس هيعمل زي تخلي العجينه او عجينه الكفته معاكي ملساء وطريه قوي، تيجي تعجنيها او تيجي تلفيها او تصبعيها هتفك معاكي.
خلاص. يبقى اول حاجة خالص الرز يكون متصفي كويس، الخضرة تكون متصفية كويس، وكمية البصل ما تكونش كتيرة، لان خدوا بالكم هو بيطحن او بيفرم البصل مع اللحمة الكلام ده كله. البصل بيبقى كمان فيه مية، فخدوا بالكم برضو من النقطة دي ان انتوا ما تكتروش البصل. انا بحط على النص كيلو، بحط كيلو بحط على نص كيلو رز، قصدي بحط على نص كيلو لحمه، بحط كوبايه رز واحده متصفيه، وكبشه بالايد كده، يعني هنقول بالايد كبشه خضره، وبحط بصلايه واحده بس، بصلايه بقى نوعها ايه، متوسطه، لا كبيره ولا صغيره، متوسطه بس. ده على النص كيلو. خلاص، دي اول خطوه. تاني خطوه بقى وهي المهمه جدا اللي بتخلي الكفته معايا يعني ممكن تفك، ان انت بعد ما بتحمريها بتبتدي بقى تنقليها تاني على النار، وتبتدي تغلي بقى، تغلي على النار. كل ما تغلي كل ما ممكن تفك معاكي. لا انا بعمل ايه، انا هتشوفوني دلوقتي، انا دلوقتي بحمرها التحمير العادي خالص على نار متوسطة. بعد كده هنا انا هقفل على العين التانية، انا هقفل الحلة خالص، وهنزل كمية الكفتة اللي على قد عدد الافراد الناس اللي هتاكل. يعني عدد الافراد اللي هياكل مثلا واحد، يبقى هحط الكفتة على قد هو بس. فين بقى؟ في الصلصة اللي هي يا دوبك بس انا عايزة الكفتة تكون سخنة من السخونية او تطرى من السخونية بتاعة الصلصة، لكن انا مش عايزاها تستوي. انا في ناس بتحطها مع الكفت يعني بتحط الكفته مع الصلصه وتبتدي تغلي. طب انت بتخليها تغلي ليه؟ ما هي دي مستويه ودي مستويه، كل حاجه فيهم مستويه، فملهاش لازمه خالص ان انت تحطيها وتبتدي تغلي تاني. لا ملهاش لازمه خالص. انت بتقفلي النار، وبعد ما بتقفلي النار تماما بتحطي كميه الكفته اللي انت عايزه تعمليها، او عايزه تحطيها لاكل شخص معين، لشخصين لثلاثه، على قد الناس اللي هتاكل. بتحطي الكفته في قلب الحله، هي يا دوبك بتسخن او بتطرى من السخونيه او من البخار بتاع الصلصه. بعد كده بتقومي بقى غرفه عادي خالص، لكن ما تحطليش بقى كميه الكفته. يعني شايفه الطبق ده، في ناس بقى بتحط الطبق كله في قلب الحله، لا ما فيهاش مشكله خالص، لا خالص. بصوا بقى، عايزه اوريكم ان الكفته كمان زي ما بيقولوا كده يعني ما بتكبرش او بتنفش. في ناس برضو بتقولك ان الكفته بتنفش جامد. ما هي الكفته بتنفش جامد دي علشان انتي بتخليها تغلي في الصلصه كتير. المفروض ان الكفته اصلا ما بتغليش، يعني اساسا الكفته ما تغليش في الصلصه خالص، هي بتطرى بس من سخونه او البخار بتاع الصلصه بس، مش اكتر من كده. بصوا انا هنا كمان حطيت على قد فرد واحد بس. عايزه اقول لكم جمال الكفته، بصوا هي محمره، بصوا ولا نفشت ولا يعني اتقطعت مني او مثلا عملت مني حاجه، يعني فرفتت مني، ولا بصوا متماسكه متماسكه متماسكه. وزي ما قلت لكم التركات اللي انا بقول لكم عليها ديت اتبعوها وصدقوني مش هتندموا. انا طبعا غديت الولاد. طبعا انتوا هتقولوا لي ليه نفر واحد بس اللي انت حطاه؟ لان احنا في ايام مدارس، وكل واحد فيهم بيجي في وقت غير التاني. في ناس بتيجي الساعه 3 من المدرسه، وفي ناس بتخرج بدري من الساعه 1 فبترجع لي هنا الساعه 2، فبيبقوا راجعين واقعين مش شايفين قدامهم. فاللي بيجي الساعه 2 بيجي، واللي بيجي الساعه 3 بيجي، واللي بيبقى عنده دروس بينزل تاني. فبصوا في ايام المدارس لا تتوقعوا ان احنا ناكل كلنا مع بعض، لا الموضوع بيبقى صعب جدا، كل واحد فينا بيجي في وقت غير التاني. انا طبعا ببقى صاحيه من بدري، ممكن اتغدى قبليهم كلهم او بعديهم كلهم، يعني كل واحد فينا بيتغدى في وقت غير التاني. انا بقى طبعا غديتهم وعملنا الواجب والكلام ده كله، وانا كنت نازله السوق قبلها بيوم. في اليوم اللي انا عملت فيه الاوضه نزلت بالليل، كان عندي بصراحه لقيت الليمون اللي هو ينفع يتخلل. عايزه اقول لكم ان هو نازل ب6 جنيه ونص، الكيلو ونص بال10. عايزه اقول لكم احلى وقت تخزنوا بقى فيه او ان انتوا تعملوا فيه الليمون علشان رمضان هو الوقت اللي احنا فيه ده، ليمون وزيتون. بس طبعا الزيتون انا عندي في السوق الزيتون قليل قوي في السوق ده بسبب غلو ثمنه، الكيلو وصل ل 100 جنيه. انا بقى هنا تعالوا اقول لكم احنا كده يعتبر بالليل، يعني انا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي كده بالليل قبل ما انام، كانت الساعه 11 او 12 بالليل، قلت اعمله عشان لو فضل بايت لحد الصبح هيبوظ. انا بقى هنا عندي طريقه حلوه جدا هعملها اقول لكم عليها، انا بعملها دايما، والطريقه دي انا يعني ان شاء الله هفتح بيه على رمضان.
خلاص انا بعمل ايه بقى؟ عندي ليمون، وعندي فلفل لونه احمر، ولازم يكون لونه احمر. انا بحب اللي هو الهريسه، بس انا بحب اعمل اللي هو لونه احمر البارد. وبيبقى عندي الهريسه بقى بحط بقى كميات قليله منها. عندي هريسه الشطه بتاعه مطروح اللي انا كنت جايباها، بحط معلقه او اتنين، لان انا هدفي في المخلل ما بيكونش مشطشط، هو هدفي انه يكون يعني حاجه مخلله، مش مشطشطه. فانا بحط معلقه او اتنين، لان انا عندي كمان بيحبوا المخلل، فما بحبش ان هو يبقى مشطشط. فدي مقاديره. وكيس ملح، طبعا انا على كل كيلو ليمون بياخد 3 معالق ملح كبار. خلاص، انا عشان هعمل كميه فحاطه الكيس كله. انا عندي كميه كبيره مثلا في حدود 3 كيلو او 4 كيلو. فزي ما انتم شايفين كده، انا بجيب فلفل احمر الرومي الحلو بتاعنا ده، انا كنت مفرزاه، وهبتدي بقى اطحنه في الكبه. وبعد كده ببتدي ان انا احط بقى الخلطه بتاعتي اللي هي الليمون، اللي هي قصدي العصفر، وحبه البركه، وبعدها بحط كيس الملح. طيب عايزين تعرفوا المقادير، هي زي ما انتوا شايفه كده بالعين المجرده كده، يعني زي ما تقولي كبشه كبشه كده، كبشه كبشه، مش اكتر من كده. طبعا انت حاطه ليه هنا كميه كبيره من الملح، لان انا عامله كذا كيلو، انا عامله في حدود 5 كيلو يا جماعه. ف5 كيلو لو كل كيلو خد 3 معالق، فيعتبر 15 معلقه. ف15 معلقه بما يعادل يعني كيس الملح. خلاص كده، دي الخلطه اللي انا بعمل فيها ايه بقى، اللي انا بحشيها للليمون. بقطع الليمونيه، انا عندي لو الليمونيه كبيره بقطعها 4/4، ولو الليمونيه صغيره بقطعها نصين. وببتدي عندي بطرمان ازاز او بلاستيك زي ما انتوا عايزين، بس انا بالنسبه لي بحب الازاز. وهبتدي احشي حشوة الحشوة بتاعة الليمون، ومش هنزل عليه ولا نقطة مية ولا نقطة مية ولا نقطة مية، هو يستوي منه فيه. ده يا جماعة طريقة الليمون المخلل اللي بتقعد بالسنة. في فرق ما بين الليمون اللي انتي بتجيبيه وتاكليه بعد اسبوع 10 ايام. بصوا انا هنا بوريكم ان انا حطيت شطة، اللي هي هريسة الشطة، حاجة بسيطة خالص. طبعا معلقتين بالنسبة للكمية الكبيرة دي، او بالنسبة ل5 كيلو ليمون لا تذكر يعني. انا هنا طبعا كنت مفرزه اهو. بصوا عايزه اوريكم جماله. في ناس كمان بتحط مع الخلطه دي كمان بتحط، وده الاحلى والاحلى بقى، بتحط جزر مبشور، بس انا للاسف ما كانش عندي. هنا بقى بوريكم الليمون عندي، بقطعه الكبيره بقطعها 4/4، والصغيره بقطعها نصين. وابتدي احشي بقى الكميه كلها، وهتشوفوا في الاخر الكميه كلها وصلت لايه. خلاص كده، ولا بتنزلي ولا ميه. طب هو بينزل ميته منه فيه، يعني الملح ده بالليمون بينزل ميته منه فيه. ما تجربوش ان انتوا تنزلوا تحطوا ليمون، لا، الطريقه دي ما بتحطوش ولا نقطه ميه ولا نقطه ليمون ولا اي حاجه، لان هو عقبال ما بيستوي بياخد له شهر، شهر ونص. خدوا بالكم، ده مش اللي هو الليمون السريع اللي بناكله بعد اسبوع او بياكله بعد 3 4 ايام، لا، ده انا عاملاه ان شاء الله باذن الله هفتح عليه باذن الله باذن الله على رمضان. فاحنا فين ورمضان فين؟ رمضان مثلا في شهر 3، احنا في شهر 10، فقدامه 5 شهور. فانا عايزه ان هو يقعد فتره كبيره عقبال ما يستوي. ده ان شاء الله بيتفتح عليه مثلا بعد شهر ونص، شهرين. لا، انا ممكن افتح عليه ان شاء الله بعد رمضان. ده اللي هو السنوي، ده مخلل، ده مخلل الليمون السنوي، مش اللي انت بتاكليه بعد اسبوع ولا 10 ايام، لا، مش هو ده. ده كده يعني يعتبر تاني يوم. خدوا بالكم، انا عملته وخلصته، كنت بقى مش قادره اصور بصراحه، انا كده صورته لكم تاني يوم. طب الميه دي جت منين؟ الميه دي الليمون اللي نزلها، يعني الليمون نزل الميه بتاعته بالملح بتاعه، نزل الميه لوحده كده، هو منه فيه، بيستوي منه فيه. الميه دي كل يوم هتزيد معاكي، كل يوم هتزيد منه لنفسه. خلاص، اتبعوا الطريقه دي هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله باذن الله. هوريه لكم باذن الله، ان كان يعني لنا عمر هوريه لكم في رمضان، وهتشوفوا جماله وحلاوته. بصوا جماله وحلاوته عامله ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.